اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ صباح الجمال وصباح الفل وصباح كل حاجه كويسه. النهارده بقى مع بعض هنعمل ايه؟ البسكويت. طب ايه يا ياسمين النهارده ايه اللي هنعمله؟ هنعمل بسكويت البرازق اهو. عندي سمسم، كوبايه سمسم كبيره محمصه، وعندي كمان من 4 ل5 كوبايات من الدقيق بس منخولين، وكوبايه كبيره من السكر البودره، وبيضايه، وكمان عندي كوبايه كبيره من السمنه. سمنه بس تكون جامده يا جماعه، مش سايله. وكمان هحط كيسين فانيليا، وهحط كمان معلقه ايه بيكنج باودر. طب تعالوا نشوف بقى المقادير اللي احنا هنعملها دي، بس هي سهله وبسيطه وبرده من عندنا في البيت. اول حاجه هجيبها هعمل ايه؟ هنزل السكر بس البودره كده في قلب البولة عندي، احط معاها السمنه. هضرب بقى السمنه حلوه قوي، عايزه تعمليها بالمعلقه بالمضرب اللي يريحك اهي. احنا هنضربها حلوه قوي قوي، بس محدش يحوش وانا بضرب اهو. هفضل اضربها جامد، وبعد كده ايه ارجلكوا عشان ما ايه بصوا ما يصعبش عليكم منها اهو. هنعمها بس ايه هخليها ايه ناعمه لون الكريمي، وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين بصوا اللون بقى كريمي ازاي اهو. تعالوا بقى نحط ايه معايا. حطي الايه الفانيليا. عندك فانيليا سايله حطي، طبعا بيستحب طبعا لما بتكون سايله عشان ريحتها بتبقى ريحه ايه نفاذه. عندي كمان بيضايه بحراره الغرفه، يعني ما نحطهاش في التلاجة عشان ما تفسدش البيكنج باودر لما نحطه معاه. هنضرب برضو باقي البيض مع الفانيليا مع السمنه مع السكر، اضربهم ضربه حلوه وارجع لكم برضو تاني. انا خلصت زي ما انتم شايفين كده، ضرب فيها جامد اهو. تعالوا بقى نحط الايه معلقه البيكنج باودر اهو. نحط معلقه بس، نقلب مع الدقيق. طب والسمسم ده هنعمل فيه ايه؟ هنحط كمان 3 معالق من العسل الاسود اهو. نحط بس ايه اخلص الاول نعجن العجين، وبعد كده نشوف الخطوه اللي بعد كده. اول حاجه اهو انزل المكونات بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. نلمها حلو قوي بقى بالايه هلم بس الايه العجينه ديت، وبعد كده اجي انا كده خلصت الايه العجينه بتاعتي اهو. زي ما انتم شايفين العجينه جميله اهي، تتكور معايا حلوه قوي. هسيبها بس تستريح بس لمده 10 دقايق في التلاجة، وبعد كده ايه نشتغل بيها. في حاجه خطوه انا نسيت اقول لكم عليها، عشان انا نسيتها كمان وحطيتها وانا بحط الدقيق. اللبن البودره بنحط 3 معالق لبن بودره، بيديها طعم حلو قوي قوي قوي. عايزاكي بقى ايه تجربي الخطوات دي، امشي معايا بالخطوات هتبقى ناجحه معاكي. شايفه العجينه عامله ازاي ما شاء الله عليها. نغطيها بقى بستريتش، وبعد كده ايه نشتغل فيها. نجيب بس الايه الصواني الالومنيوم كده. نحط بقى ايه من 3 معالق اهو عسل اسود على السمسم، ونقلب بقى. دي كوبايه سمسم كبيره، نقلب السمسم مع العسل الاسود وكده. وبرده طبعا العجينه ارتاحت زي ما انا قلت لكم من 10 لربع ساعه في التلاجة اهي. اول حاجه انا عملتها اهوت كورت زي ما انتم شايفين كور عاديه خالص تمام. همسك واحده واحده بقى كده اهو، احطها. يا تحطي معلقه عليها يا تحطي بالمعلقه كده عليها، وبعد كده انا جايبه كده اهوت الكوبايه حطيت فيها زيت القعر بتاعها وايه واتك عليها كده تمام تمام. شايفين مستويه ازاي؟
نفس الحكايه كله كده. هدي ايه تبطيطه حاجه بسيطه كده، واحط معلقه من السمسم. اخد شويه كده لان هي بتبقى اكترها سمسم اهو. ونتك برضو عليها اهي، ونسويها. نشيل الزياده كده ونساوي. شفتوا بقى الحركه دي اهو؟ التليفون كان هيقع من ايدي اهو. وعايزه تسويها بايدك، اللي يريحك اعمليه اهو. تدي تبطيطه كده حاجه بسيطه. وايه انا كده عملت ايه اول جزئيه معاكم اهو. هخلص بقى كله عشان انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم، عشان تشاهدوه للاخر اهو. زي ما انتم شايفين كده معايا اهو، انا خلصتها كلها. طبعا انا ما رضيتش ان انا اصور معاكم وانا بعملها عشان خاطر بس ايه الفيديو ما يطولش عليكم. دي كده احلى بريزق، جربوها بقى هتعجبكم جدا جدا جدا. تعالوا نحطها في الايه في الفرن زي ما انتم شايفين. لسه خارجه اهيت من الفرن. وبصوا بقى ديت يعني اتحمصت شويه معايا اهي، بس هي حلو اللون بتاعها حلو زي ما انتم شايفين. وكمان هفتح لكم واحده عشان تشوفوها. طبعا دي سخنه، هستنى تبرد شويه ونشيلها على طول. افتح لكم واحده بقى قدامكم كده. الله على التكه، سامعين التكه؟ بصوا اللون، شايفين اللون عامل ازاي اهو. اكل، ممكن ادوق. الله 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 الله، جميله جدا جدا جدا. بصي والله اعملي بنفس الطريقه وبنفس المقادير، وهكتب لكم المقادير كمان في صندوق الوصف عشان تبقى ايه قدامك. والله طعمها تحفه تحفه تحفه. شايفين اللون جميل من جوه ازاي؟ لونه ذهبي، والطعم القرمشه زي ما انتم ما سمعتوا جميل، والسكر بتاعه حلو قوي ومظبوط وجميله قوي قوي. كده في صينيه تانية، طبعا ده كل مقدار 4 كوبايات ونص دقيق. ده كده المقدار بتاعهم، وهكتب لكم كل حاجه بالتفاصيل. عايزاكي تجربيها، هتعجبك قوي. شايفين نص كيلو ما شاء الله عامل لنا قد ايه؟ شايفين ما شاء الله اهو، لسه خارجه. طبعا لازم ان انا اسيبها تهدى شويه من النار اهي. ما شاء الله ما شاء الله جماعه، عايزاكم تجربوها والله. احلى برازق سوريه جميله من ايد ياسمين. لو عجبك بقى ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين، وتفعلي الجرس، وتكتبي لي الكومنت الجميل اللي انتوا بتكتبوه، اللي بيديني طاقه ايجابيه. واقول لكم كمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.